شوفت عينكم شلون الفيض، يعني القمر عندنا اليوم اكثر من 15 جمعيه وتضررنا بشكل كامل. يعني جانا موسم الصفراء منتهي خالص، جانا حسينا الفيض قمرها منوبه. يعني اللي مثل ما سولف رفيقي قدامي الرفيق ابو العلاء، يعني كل قاعد نشتريه بالدولار، سماد بالدولار، بلذار بالدولار، فلاح بالدولار، حتى التراكتور كنا يفلح بالسوره سنه يفلح الدوانم بالدولار. اخيو اليد العامله صارت عاليه. يعني شوفت عينكم سبب الفيضان سولف الرفيق ابو العلاء هو الجسر، ضربته الطياره اول ايام داعش، الركام نهدي بقلبه، فنريد من الجهات المختصه تشيل هالصب المكسر حديد جوا بقلبه تنظفه، حاطين جسر حربي. يعني البارح من الزل وقصب الصفرة سكر قامت تطلع. الروفه سيئه جدا، روفه طولها 1 كيلومتر، يعني تريد شغل بالدوزر شغل 3 ايام 4 ايام. ارتفاعها لازم يتجاوز هو ال4 امتار بعرض 10 امتار، ارتفاعها ما يطلع متر بعرض مترين مسوينه طريق الفلاليح. اخيو يعني شوفت عينك، يعني شنو نسولف فتحه على من البليخ على المصرف هذا الرئيس الخلفكم، فتحتها ولي داعش لليوم ما تسكرت. كم مره الجمعيات رفعت طلب، اكثر من جمعيه مرج درويش، جمعيه مرج الذيبات، نطالب الجهات المختصه وما حد رد علينا. ويعني تضرر الان يا واحد الناس تضرر للحسين شيء 30 دونم، يعني هنا صار بهالطرف هذه هنا داحج المي فوق شيء متر، يعني موسم انتهى خالص. يعني شوفت عينك الكارثة هذه قضت على الفلاح خالص، لأنه موسم الصفرة صفر وجانا الفيضان هذا دمر الشتوي خالص. مساحة الجمعية 11,000 دونم، 7,500 دونم بالضبط انقمرت بالمياه فوق المتر، المي فوق الزرع، والفلاح انخرب بيته لا حول ولا قوة. هو السبب الرئيسي طبعا إهمال من التشغيل والصيانة عندنا، عدم المتابعة. نروح نطلب آلية منهم ما ينطونا إلا بشغلة كبيرة. السبب الرئيسي هو الفيضان جاي من تركيا. الكارثة هذه على كل العالم، يعني انضرت العالم كله حوالينا. السبب الرئيسي هو بالجسر الواصل بين ابو شارب وحزيمه، جنب الجسر بفتحه، الفتحه مكسوره، صار طالبين بتسكيرها اكثر من 20 مره ولا حياه لمن تنادي. هذه اول نقطه، هذا السبب الرئيسي. هذه تنزل، هذه هي القضت على مشروعنا، المشاريع هذه. السبب الثاني بروفه موازيه للبليخ، نهايتها بحزيمة. طبعا الروفة هذه معدومة خالص، هي جابت لنا الكارثة والبلاوي بنفس الوقت، هي اللي خلت أراضينا تفيض. شنو السبب؟ السبب هذه بدها قاعدة أساسية من تراب، ما نقول خيو لا هاتم زفت ولا هاتم تراب. بدها قاعدة 8 امتار تقريبا عرض، ترتفع لفوق بعرض 4 امتار، طول 4 امتار ارتفاع. هذه ما كان جتنا ولا نقطة، كل المناطق. بدي ابتدي لك القالطة، العبارة، حلو عبد، ابو شارب، المشيرفة، حزيمة، مرج درويش ومرج الذيبات، الحتاش، القدرو، معلش، تل السمن جنوبي، اللي عرفوا تل السمن شمالي ما اعرف عنه شيء، تشرين، الزاهرة، هذه كلها تضررت خالص. بس احنا صرنا الصبة عندنا لأنه كنا منخفض شوية، وصارت المية عوض ما تشرج قامت قرب المية. في جسور تقريبا تعدادها شي 13 جسر تضررت من الفيضان. في عندنا معلقات ثانوية ومعلقات حقلية بالمنطقة الشرقية، منطقة الفيضة، من منظم رقم 10 أبو وحل حتى منظم شنينة 1 انجرفت عن بكرة أبيها. في عندنا الحقول، طبعا الحنطة مثل ما انتم شايفين ما ظل لا حنطة ولا يبين أي شيء بالحقول الزراعية، وهذه مساحات شاسعة. طبعا الفلاحين تضرروا بشكل مباشر. في عندنا دايك نهر البليخ مدمر، بده إعادة تأهيل من قرية تل السمن حتى قرية حزيمة. في عندنا كسرة رئيسية بين نهر البليخ وبين مصرف البليخ، بدها تقريبا حوالي 700 أو 800 ألف يجوز متر تراب ردم.
بدها آليات، بدها قلابات، بدها بواقر وتركسات. وهي الكسرة من الضروري منعها أو سدها عن مصرف البليخ، لأنه مصرف البليخ يصل قرية رويان بالجهة الغربية. فهذه الكسرة اليوم قاعد يفيض البليخ، قاعد تنزل المي باتجاه مصرف البليخ وتقرب باتجاه رويان. الحظ منطقة تشرين، شمالي تشرين 3 كيلومتر كله فيضان. بالإضافة لمنطقة حزيمة، منطقة أبو شارب، القدرة والحتاش، أرحيات، وصولا للجسر ركت السمرة. حتى الجسر على ما أظن البارح وصلني أخبار أنه تضرر وصار به تصدع على الجسر، وكان الآليات عليه يشتغلن. حاليا إحنا قمنا بحالات إسعافية، جبنا عندنا بواقر ذراع طويل وين بعبارات أو مداخل جسور سكرت نتيجة الفيضان. إحنا قمنا بإزالة هاي الشوائب، الزل والركام والوسخ اللي جرفوا هالفيضان هذا. العمل مستمر؟ العمل لحد الآن مستمر، وحاليا الباقر موجودة على جسر ركت السمرة، لأنه قلت لك يمكن في عليه تصدع وتركسات، والقلابات طبعا اللي حاضرة واللي موجودة، لأنه إحنا بلجنة الزراعة والري إمكانياتنا ضعيفة جدا، أقل عن شي 70,000 دونم اللي قمرتها المياه. ضمن مشاريع الري، قنوات الري، يعني قد نسبة الدمار به؟ بأكثر من 5 أقنية ثانوية وشي 12 قناة مجمعة. طبعا الأقنية المجمعة المقصود بها هي أقنية الإكساء الصغيرة اللي تتفرع منها الأقنية الثانوية. حوالي 13 قناة عندنا تضررت، وعندنا حوالي أكثر من 500 فلومة تقريبا، هذه نسفت عن بكرة أبيها.